تخيل معايا كتحل تليفونك وكتلقى صور وفيديوهات شاعلة في كاع المواقع. صور كتحرك المشاعر وكتحبس الأنفاس. ولي العهد الأمير مولاي الحسن وسط الجماهير في افتتاح تاريخي، والمغرب كيقدم درس في التنظيم والأمن للعالم كامل. المشهد كله كيتغير قدام عينينا. مرحبا بك في عصر سباق الكبار على القيادة والتمييز. ولكن السؤال الكبير هو: واش هاد الافتتاح كان مجرد حفل رياضي، ولا هو رسالة قوية كتقول باللي المغرب ولا قوة عظمى قادرة تبهر العالم؟ القصة أكبر مما كتصور. حفل افتتاح عالمي مزج بين الأصالة المغربية والتكنولوجيا ديال الطيارات بلا طيار، حضور ملكي وازن واستنفار أمني غير مسبوق، مشاريع وتدابير تخدمات في صمت باش تخرج هاد الصورة المشرفة، قرارات كبيرة اتخذت باش تكون هاد البطولة هي الأفضل في تاريخ القارة. والنتيجة كانت هي أن المغرب ولا اليوم هو القلب النابض ديال التميز في العالم. السلام عليكم ورحمة الله، أنا أحمد ياسين وهذه قناة إيفوفي تريف تولك. اليوم العالم كامل كيهضر على الوزن الثقيل ديال المغرب وعلى التفاعل التاريخي اللي شفناه مع وليه العهد الأمير مولاي الحسن في أوروبا، في أمريكا وفي العالم العربي. الكل منبهر بالحيوية والرزانة اللي كتمثل مستقبل المملكة. ولكن كاين جندي خفاء آخر وراء هذا النجاح، هو الهيبة الأمنية اللي سهرات على الصغيرة والكبيرة وخلات أكثر من 50,000 مشجع يدخلوا الملعب في ظروف عالمية. السؤال: واش هذا النجاح التنظيمي جاب الصدفة؟ الجواب اللي كيحير الخصوم. كاين علامات قوية أن المجهودات اللي دارت في هذا الافتتاح وفي الماتش الأول ديال الأسود ضد جزر القمور هي رسالة ثقة للعالم باللي المغرب واجد لأي تحدي كبير. أول علامة: هذاك التلاحم الكبير بين الشعب وولي العهد في قلب الملعب اللي كيعكس استقرار وقوة المملكة. ثاني علامة: السحر اللي شفناه في التيران، بيت عالمي من أيوب الكعبي بضربة مقصية خلات المدرجات كلها كتصفق. ثالث علامة: الخطة الأمنية المحكمة اللي أمنت تنقل الجماهير من كاع بقاع المدن المغربية عبر قطار البراق والحافلات بلا حتى مشكل. وهنا كنرجعوا للسؤال الأساسي: واش هاد الاحترافية في التسيير هي اللي غتخلي المغرب يسيطر على المشهد الرياضي لسنوات؟ الأسباب الحقيقية وراء هذا النجاح: السبب الأول الحضور الوازن. حضور ولي العهد للافتتاح عطى واحد القيمة مضافة وهيبة خاصة للبطولة، وخلى العالم كامل يركز مع المغرب ومع الرؤية ديالو للمستقبل. السبب الثاني القوة الضاربة في الملعب. منتخبنا بين باللي هو واجد تقنيا وبدنيا وباللي الروح ديال النية باقا حاضرة باش تجيب الكاس للدار. السبب الثالث القبضة الأمنية المحكمة. المجهودات ديال رجال الأمن في الكواليس كانت خرافية. تأمين الملاعب وتنظيم الجماهير اللي جات من كاع بقاع إفريقيا بين باللي المغرب هارب بزايد في تنظيم التظاهرات الكبرى. النتيجة: الهيبة المغربية كتكبر والثقة ديال العالم فينا كتزيد. ولكن رغم هذا النجاح الباهر كاين فخر كبير في العينين. كاين اعتزاز برجال الأمن اللي سهروا الليالي، وبولي العهد اللي كان رمز للشباب المغربي الطموح، وبالأسود اللي فرحونا في أول ماتش. صحافة دولية منبهرة بهذا المستوى، ومواطنين واعين باللي هذا النجاح هو مفخرة لنا كاملين. حيت البلاد ماشي غير حدود، الأمن والتميز هما الساس ديال كل شيء، والمغرب ولا هو النموذج اللي كيتقتدى به. وفي النهاية سباق الكبار على القيادة باقي مستمر، والمغرب اليوم جاوب في الملعب وفي التنظيم وفي الأمن. إما يثبت للعالم أنه قوة عالمية لا تقهر، أو يخلي التاريخ يسجل باللي هذه النصحة هي الأفضل على مر العصور. والسؤال اللي كيبقى: واش هذا التنظيم الأمني والرياضي الأسطوري غيكون هو المعيار الجديد للمونديال 2030؟ إلا عجبك هذا الفيديو اشترك، فعل الجرس وشاركه مع أصحابك، وباش صورتنا تبقى ديما في القمة. إلى اللقاء في الحلقة الجاية.